وبيوم من الأيام حاولت الاعتذار عن تصرفاتها، ولكن الحظ لم يحالفها، فتوترت كعادتها أمامه وتلعثمت في الكلام. قال الشاب: لما لا يمكنك الكلام دون أن تتلعثمين؟ هل لديك مشكلة أيضا بالكلام بالإضافة لكل المشاكل الأخرى التي لديك؟ عليك القدوم إلي والتحدث فور ترتيبك لما تريدين إخباري به، وعليك أن تنهي كل ما تريدين قوله خلال 3 دقائق، ليس أكثر من ذلك. الفتاة بعصبية ومزاج حاد: أيمكنني معرفة لماذا تكرهني هكذا؟ أجابها الشاب: بسبب مهارتك الفقيرة والغير مجدية بالعمل، والتي تفتقر للكفاءة والدقة العالية، وأسلوبك الغير المهني، والأهم من كل ما سبق أن الاسم الذي تحملين أشعر أنه اسم في غاية الروع والجمال، وفتاة مثلك لا تستحق اسم مثله. وأينما أصبحت فالفريق الذي أصبحت به هو فريقك، وإذا كنت تفتقرين للكفاءة والدقة بالعمل فأنت غير مؤهلة للعمل معنا هنا، وأما إذا كنت لا تحبين العمل معنا بفريقنا فغادري فحسب. أتوسل إليك أن تتخذي قرارا صائبا، وفي حالة أنك رغبت بالمغادرة فسأفصلك بالوقت الذي يحلو لك. غادرها وقد كانت بالكاد تتمكن من كبح دموعها بعينيها. توجه لإنهاء بعض الأعمال، وإذا به يفاجئ بوجود صديقته والتي تعمل بإحدى الفنادق، فيتوقف ويتوجه إليها مسرعا، فيمسك بيدها بكل حنية وفرحة ألمت بقلبه. ألم تخبريني بأنك سافرت للندن؟ صديقتها وقد أصيبت بدهشة وصدمة من مقابلته بمكان عملها. قالت: في الحقيقة لقد سافرت، ولكنني عدت عندما تم قبولي بهذه الوظيفة والتي دوما كان لدي شغف بها. فابتسم بعدما كان غاضبا لعدم إخبارها له بأنها عادت. حسنا، من الجيد أنك عدت، ومن الجيد جدا أنني رأيتك مجددا. ابتسمت صديقة الفتاة أيضا، وحاولت أن تتحكم في التوتر الذي يظهر عليها، وترجمته أجساد جسدها لحركات من السهل أن يقرأها الشاب بكل وضوح وأريحية. قال الشاب: أتعلمين أن الفندق ومقر الشركة قريبان من بعضهما البعض، لذلك سنتمكن دوما من رؤية بعضنا البعض من وقت لآخر. بالكاد التقطت أنفاسها، سوف يراها من وقت لآخر، فكيف ستتسنى لها فرصة إفساد العلاقة بينهما وبعد كل منهما عن الآخر كما خططت لذلك صديقتها. وأول ما وصلت للمنزل رغبت في سرد كل شيء للفتاة، ولكنها وجدتها في حالة مزرية للغاية بسبب الكلام الذي أسمع إياه الشاب. لم تريد سماع أي شيء عنه ولا حتى اسمه، لذلك تراجعت صديقتها عن إخبارها بما حدث معها بالفندق، ولكنها اتخذت قرارا بينها وبين نفسها أنها ستعالج الأمر لوحدها وستقطع علاقتها به كليا. وبيوم من الأيام، بينما كانت صديقة الفتاة بمنزل والدها، والذي في الأساس كان منفصلا عن والدتها ومتزوج بامرأة أخرى، أسمعتها زوجة والدها كلاما لا يرضيها عن والدتها، فانفعلت واغتاظت وتشاجرت مع زوجة أبيها، وكان جزاؤها أن صفعها والدها بقوة على وجهها وطردها من المنزل. لم تكن تعيش معه، ولكنها كانت تذهب إليه في زيارة من وقت لآخر لتطمئن عليه. وجدت نفسها تجيب على اتصال الشاب وتقبل دعوته على الغداء، وعندما يجدها بهذه الحالة يفعل المستحيل ليدخل الفرح لقلبها ويخفف عنها سوء ما تشعر به. وتوالت المحادثات والاتصالات والمقابلات بينهما، ونشأت علاقة حب بين صديقة الفتاة وحبيب الفتاة من الطفولة. وبينما كان يعامل صديقتها بكل لطف وود وحب ويفعل لأجلها المستحيل لإرضائها، كان يعامل الفتاة الحقيقية نفسها بكل قسوة وعنف، على الرغم من كونها لا تخطئ في عملها، إلا أنها ترتبك في حضوره وتتوتر أثناء تواجده.
ومع مرور الوقت اكتشف الكثير من الأشياء بشخصية الفتاة التي معه بفريق العمل، والتي كانت تتطابق مع حبيبة طفولته. وفي يوم ممطر جاءت للعمل وكان شعرها بالكامل متضاعف الحجم. هذه السمة كانت في حبيبة طفولته. أما صديقتها فهي ذات شخصية تعشق المطر، بخلاف حبيبته التي تخافه وترهبه مثله تماما. كان يجدها دوما تركز معه في كل تصرفاته بابتسامة، وكأنها تترقب أفعاله فتضحك مرة وتحزن أخرى. وهكذا شعر الشاب بأن هناك شيئا غريبا يحدث وعليه اكتشاف الأمر. وذات يوم تعمد أن يريها لعبة اللغز، والذي كان عبارة عن لوحة بها حبيبان يرقصان سويا. كانت هذه اللوحة تنقصها قطعة واحدة، كان قد أعطاها لحبيبة طفولته قبل رحيله من البلاد مسافرا للخارج. ومن يومها وقد احتفظ باللعبة داخل صندوق زجاجي حتى يحافظ عليها من كل ما يمكنه إلحاق الأذى به. أول ما شاهدتها الفتاة جاءت تلمسها، ومن كثرة صدمتها وجدت نفسها تسقط الصندوق فينكسر ويتحول لقطع صغيرة متناهية في الصغر. كانت اللوحة بأكملها إلا القطعة التي أعطاها إياها. حينها كان الشاب لا يزال يضايقها بأقواله وأفعاله بسبب توترها الدائم أمامه. وما إن رأته بعدما حطمت له الصندوق الزجاجي تراجعت بضعة خطوات للوراء، وإذا بها كادت أن تضع قدمها على إحدى قطع الزجاج المتكسرة، وكانت حافية القدمين. وجد نفسه يركض تجاهها ويضمها إليه ليفديها من الزجاج المتناثر على الأرض. لم يتأكد أيضا من هذه الواقعة، حيث أنها لم تبدي له من أمرها شيء، وما زال يشك بكونها حبيبة طفولته الحقيقية. كان يهتم بها كثيرا ولا يعلم سبب تحوله، وفي نفس الوقت كان يشعر بتأنيب الضمير تجاه حبيبة طفولته، والتي يعتقد أنها من يجب عليه أن يوليها الاهتمام، وخاصة كونها اعترفت له بحبها وتنتظر منه الرد. سألت: أرغب في معرفة شعورك تجاهي، وأتوق لمعرفة ذلك عن قريب. وبيوم قرر الشاب التخلص من مشاعره تجاه الموظفة لديه، والتي تحمل نفس اسم حبيبته ونفس صفاتها، فقام بطردها من العمل. وقبل أن ترحل الفتاة تمكنت من الاعتذار له بشكل لائق وبأسلوب خالي من التلعثم والتوتر لأول مرة. وما إن رحلت حتى شعر بالفراغ التي تركته بحياته. كان لا يطيق نفسه على الإطلاق، يفرغ كافة غضبه بالعمل، لدرجة أنه حرم عليه النوم من شدة حزنه على فراقها. وبيوم وإذا بها تصطدم بشجرة، كاد يجن جنونه حينها ما إن علم الخبر من صديقة الفتاة بفريق العمل، حيث كانتا تتحدثان أثناء سيرها بالسيارة. صادف أنه كان مارا بجوار صديقتها بالعمل، والتي انهارت من شدة خوفها على الفتاة. أسرعا بسيارته مكان الحادث بعدما أخذ المعلومات من موظفته. وجدها تخرج من السيارة بعدما استعادت وعيها. لقد كانت سليمة من كل شيء، ولم يؤثر الحادث إلا على السيارة، فقد تحطمت كليا. وجد نفسه يضمها لصدره والدموع تذرف من عينيه. لقد وبخها على تحدثها بالهاتف أثناء السياقة، وسألها قائلا: إن أصابك مكروه أو أذى فماذا أفعل حينها أنا؟ كادت الفتاة حينها تعترف له بكل شيء، ولكنها قالت في نفسها متحيرة: لماذا عندما نحاول الاعتراف بأكاذيبنا وقول الحقيقة نجد أنفسنا نتراجع مئات الخطوات للوراء، ويرجع ترددنا هذا لعدم قدرتنا على استجماع قوتنا للاعتراف بالحقيقة التي لا يطيق قلبنا إخفاؤها أكثر من ذلك. وكل التردد الذي نشعر به يجعل بيننا وبين الحقيقة مئات الأميال، وينتهي بنا المطاف أننا لا نذكر شيئا. تراجعت عن قرارها في البوح له عن السر الذي يكمن به كل حياتها. ولقصتها جانب آخر،
حب من طرف واحد. كان للفتاة نفسها من يعشقها ولا يبدي لها، وبكل مرة أراد الاعتراف لها كان يرى بعينيها مدى حبها لمديرها الشاب فيتراجع عن اعترافه. وكم من المرات التي رأى فيها مدى اهتمامها به ومحبتها له، وعلى الرغم من قسوة معاملته لها في البداية كانت هذه الشخصية ترعاها بكل شيء وتقدم إليه كل ما تحتاجه وأكثر دون طلب منها. بيوم حادثة السيارة، أول ما سمع الخبر بالفريق ركب دراجته الهوائية وبأقصى سرعة قادها لدرجة أنه سقط بدراجته في حادث أصيب ذراعه. لقد كان يحمل بقلبه الخوف عليها، يريد الاطمئنان عليها بأي وسيلة ممكنة، يريد ضمها بين ذراعيه. وعندما وصل بعدما اجتاز ومر بالكثير من الصعاب، انتظروا الجزء الثالث من القصة، ودمتم في أمان الله وحفظه. لمشاركة قصصكم وتجاربكم على قناة قصة وعبرة TV، المرجو التواصل معنا عبر الانستغرام أو عبر الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.